هتعمل ايه لو قلتلك ان الست دي كانت بتستخدم شعرها للتواصل مع العالم الخارجي، اللي بتعتبر اغرب واقوى وسيط روحاني في التاريخ، واللي اختفت سنة 1945؟ مين هي ماريا اورسيتش او اورسك؟ تعال اقول لك. ماريا كانت أقوى وسيط روحاني في القرن العشرين، واتقال إن هي مؤسسة جمعية فريل للوساطة الروحانية ما بين البشر والعالم الخارجي، وإنها كانت السبب في إمداد النازيين بمعلومات تكنولوجية متطورة من خلال تعاملها مع مخلوقات من خارج كوكب الأرض. ماريا اتولدت سنة 1895 في زغرب من أب كرواتي وأم ألمانية. أول مرة يظهر اسم ماريا كانت سنة 1967 في كتاب التوجه إلى الألفية الثالثة حول مستقبل العقل الرائع. الست ماريا كانت شخص نشط جدا في الحركة الوطنية الألمانية، خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى، وفي سنة 1919 سافرت ميونخ، ومن هنا بدأت القصة. بمجرد وصولها ميونخ اتواصلت مع جمعية تول. الجمعية دي كانوا بيعتمدوا على طقوس السحر الأسود كوسيلة يوصلوا بيها لأمور غير طبيعية وغير بشرية في الكون، ويتواصلوا بالكائنات الذكية المتطورة، وكانوا متأثرين جدا بالديانة الجرمانو أو الآرية. واسم تول ده بيرجع للعاصمة اللي كان بيعيش فيها الجنس الآري، وده في القطب الشمالي اللي بيقولوا عليه إن هو أقدم من قارة أطلانتس. وفي اعتقادهم إن الجنس الآري هربوا تحت الأرض وعاشوا هناك بعد الطوفان، وإنهم عرق الأسياد، وكل اللي عايشين فوق سطح الأرض هم العبيد. ومن هنا قالوا إن الأرض مجوفة وليها بوابتين، واحدة في القطب الشمالي المتجمد وواحدة في القطب الجنوبي. وكان استاذهم في الجمعيه دي هو ديتريتش إيكارت، استاذ هتلر. المهم ماريا اتعرفت بكام وسيط روحاني تاني، من ضمنهم شخصيه اسمها تروت ايه، وعمل مؤسسه سموها بريل، كان كل اعضائها سيدات. واللي كان بيميز اعضاء المنظمه دي الشعر الطويل الملموم على هيئه ديل حصان، لان بالنسبه لهم الشعر ده كان مصدر تواصل قوي جدا، وده لانه كان بيتركز فيه الطاقه المغناطيسيه من الارض للدماغ، يعني استخدموه كهوائيات كونيه قادره على استقبال الرسائل من الفضاء. سنه 1919 راحت ماريا أجرت كوخ في مدينة بيرتشز جاردن، وده المكان اللي كانت بتستقبل منه الرسائل من خارج كوكب الأرض، وده كان في نص سمته هي تمبلر جيرمانيك. بعض الملفات اللي اكتشفوها بعدين واللي كانت بتخص منظمة فريل كشفت إن أورسك كانت بتستقبل الرسائل دي من منطقة اسمها ألدباران، ودي على بعد 68 سنة ضوئية. لقوا كمان مجموعة من ملفات الغيبوبة التخاطرية الماريا مع مجموعة اسمها بان بابلونيا. المجموعة دي كانت قريبة جدا من مجتمع تول، واللي عرفوا لغة الرسائل بإنها اللغة السومرية أو لغة أهل بابل القديمة أو الأنوناكي. ومن هنا تم فك شفرة السفينة الدائرية اللي ظهرت في أكتر من وثيقة، وده هو سبب وجود الوسطاء اللي استعانت بيهم ماريا لفهم اللغة السومرية. في نهاية 1924 قابلت ماريا اثنين من مؤسسي جمعية تول، وهم رودولف هيس ورودولف سيبوتاندرو. رودولف هيس حضر مع ماريا واحدة من جلسات الاستدعاء اللي قال فيها إنه حس بشعور غير مريح بالمرة، خصوصا لما لقى لون عيون ماريا قلب كله أبيض، وسمع صوت غريب طالع منها بيقول على نفسه إنه اسمه سومي، وهو من سكان عالم بعيد جدا بيدور حوالين نجم ألدباران. وقال كمان إنه جنس بشري استعمر الأرض من 500 سنة. وبدأت ماريا وهي لسه في الغيبوبة تخربش بإيديها كده كام سطر، فيما بعد لقوا إن نفس الكتابة دي موجودة على الألواح السومرية. وفي ديسمبر سنة 1943 نظمت جمعية بريل اجتماع في كولبرغ، وده للوسطاء الروحانيين اللي جات لهم رسالة كلفتهم بمهمة السفر للكواكب اللي بتدور حوالين النجم ده. ودي كانت أول مرة يتم مناقشة المشروع، وتم مناقشته مرة تانية في 22 يناير سنة 1944. وبالمناسبة الاجتماعات دي كان بيحضرها هتلر، وقرروا إرسال النموذج الأول لألدباران عن طريق قناة الأبعاد بريل 7، والاختبار الأول للقناة دي كان في أواخر سنة 1944، وده اللي قاله الكاتب أن روثرفورد، ويقال انه فشل. واختفت من بعدها ماريا في 11 مارس سنة 1945 بعد ما بعتت رسالة لجميع اعضاء بريل بتقول فيها مفيش حد هنا، وان دي اخر رسالة لجمعية بريل. ومن وقتها محدش يعرف عن ماريا او اي حد من اعضاء الجمعية اي حاجة، واتقال ان هي ممكن تكون وصلت لهدفها وهو ألدباران. بعد الحرب العالمية الثانية اختفت جميع الوثائق الخاصة بالجمعية، بس الغريب ان في خريطة الصحوة الكبرى اللي ظهرت تقريبا كده من سنتين، واللي مكتوب فيها كل المؤامرات والاحداث الغريبة والمصطنعة من أول ما بدأت البشرية، إنهم ربطوا اسم ماريا أورسك بنيكولا تسلا. يا ترى هل في علاقة بينهم؟ وهل المؤامرات الكونية دي حقيقة ولا واقع تم التخطيط ليه من قديم الأزل؟ أنت رأيك إيه؟